في الفيديو ده هقولك على أهم المطورين على شارع التسعين. شارع التسعين يعتبر من أهم المحاور الاستثمارية في القاهرة. هقولك على آخر قطع أراضي فيه مع أهم المطورين هناك. أول شركة هي شركة LMD بمشروع 190. تاني شركة هي شركة ويلز بلس بعدد مشاريع، ولكن أشهرهم واللي مبني هناك مشروع إليفيت. تالت شركة هي شركة الرباط بمشروع سليك مول. رابع شركة هي شركة SED السعودية المصرية ومشروعها واخد التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي ومحمد نجيب بمشروع سنترال مول نيو كايرو. خامس شركة ذا آرك نازلة بمشروع آرك بزنس ديستريكت. سادس شركة ريدكون ونازلة بمشروع جولدن جيت. كل المشاريع دي مشاريع ضخمة وتضخ فيها استثمارات بالمليارات، فاللي لازم تفهمه ان شارع 90 مش شارع عادي، ده مركز القيمة التجارية والإدارية في القاهرة الجديدة. وكل مطور من دول مش بيبني مشروع بس، ده بيبني نقطة تأثير في السوق. فلو بدأت تفهم خريطة شارع 90 صح، فانت كده داخل على مستوى مختلف في الاستثمار. ولو حابب تفهم عن كل مشروع وايه الوحدات الاستثمارية فيه، تواصل معايا. وما تنسوش، انا نوران حسين بقدم استشارات عن العقارات.